عليكم ورحمة الله وبركاته. لاب 5 عن البفر جيت. المفروض تيجي تسألني تقول لي بفر جيت. بفر جيت اللي عرفه من بفر جيت عرفته من السكشن ان انا ادي زيرو تطلع زيرو، ادي لها واحد تطلع واحد. هل ليها استخدامات؟ حلو. فخلال اللاب ده انا هفاجئك ان شاء الله ان ليها استخدامات واستخدامات مهمة جدا. جميل. طيب جالنا جونيور انجينير مبتدئ، احنا خلاص بقينا انجينيرز عبقرة. حلو، لان احنا وصلنا خلاص، احنا وصلنا للاب 5 الحمد لله. كويس. فقال لك والله انا كنت بتحكم في 8 ليدات على نفس البنايه بتاعت اردوينو اونو. حلو، بس للاسف البنايه اللي انا كنت بستخدمها دي اتحرقت. ممكن تشرح لي بعد اذنك ايها المهندس العبقري اللي جت منين، او ليه البنايه دي باظت، وايه اللي انا ممكن المفروض اعمله، او تقترح لي دايره ان انا اقدر اتحكم في الثمان بنات دول من او الثمان ليدات دول ببنايه واحده بس. جميل. طيب يعني ايه اردوينو اونو؟ اصلا اردوينو ببساطه هو كمبيوتر ممكن افكر فيه على انه كمبيوتر صغير. حلو، وليه شويه بنات. حلو، انا بوصله بالكمبيوتر، يعني اوصل الاردوينو ده بالكمبيوتر وبحط عليه كود. الكود ده ممكن انا اقول للبنايه دي والله خليها هاي. حلو، او البنايه دي طلع عليها لو. كويس، يعني البنايه دي طلع لي عليها 5 فولت والبنايه دي طلع لي عليها جراوند. بس كده بس كده. حلو، ليه استخدامات اكثر تعقيد، بس اللي انا محتاجينه في التجربه دي ان احنا نعرف بس المعلومتين دول عن الاردوينو. طيب جميل خالص. لو جينا طبقنا اللي هو عامله ده على التنكر كاد، احنا مش هنروح نحرق احنا اردوينو. لا، احنا ممكن نعملها ببساطه خالص. هنلاقي ان الاردوينو نفسه قال لك ان او التنكر كاد قال لك ان انت خد بالك، انت بتحاول تسحب 35.3 ملي امبير والماكسيمم بتاع البنايه 20 ملي امبير. الله، هو حسبها ازاي؟ جيت عملنا السكيماتكس بتاعت او السمبل بتاع الدايره دي. حلو، وجينا حاولنا نحسبها. هنلاقي ان الفولتج دروب، اول حاجه نحسبها الفولتج دروب اللي على المقاومه دي. انا عندي 5.1 حلو، هتطلع لي اللي هي 3.1 فولت. حلو خالص. طيب 3.1 فولت دول، انا عندي قانون اوم بيقول لي ان الفي بتساوي اي في ار. حلو، انا معايا الفولت ب3.1. كويس، والار معايا ب300. طلع لي الاي. اقول لك ايه؟ استنى، تركايه من انجينير لانجينير تاني. حلو، ان الاردوينو لما باجي ان انا اطلع او ان انا احمل عليه حمل كبير زي ده، ما بيبقاش الفولت هو 5 فولت، لا بيبقى 3.3 فولت. يعني عيد الحسبه بتاعتي. عيد الحسبه بتاعتي. ماشي خلاص، مفيش مشكله خالص. ممكن ان احنا نيجي نعمل كده اهو. حلو، ونكتب 3.3 فولت ناقص 1.9 فولت. حلو، 1.9 فولت يطلع لي 1.4 فولت. كويس، قانون الاوم بتاعنا اي في ار. كويس، هنا 1.4 وهنا الاي وهنا الار عندي ب 300. كويس، يبقى الاي اروح احسبها انها 1.4 بتاعتي. حلو، على 300. كويس، 300 نكتبها كده. ماشي، حلو، تطلع لي كام؟ تطلع لي بكل بساطه 4.666 في 10 أس سالب 3، يعني ملي امبير. حلو، ده في الفرع الواحد. اضرب ده في 8. حلو، يطلع لك كام؟ هتلاقي ان بيطلع لك حوالي 37. حلو، 37.3 في 10 ملي امبير. الرقم ده هو قريب شويه من الرقم ده. طب ايه اللي حصل؟ تلاقي ان او ايه اللي الفرق ده جاي منين؟ ان ده هو بيبقى اقل شويه، حوالي تقريبا 3.2 ممكن تطبق التجربه وتقيس وتستخدم الافول او المالتي اميتر اللي موجود في التنكر كاد. حلو، وتحاول تعيد الحسابات تاني، هتلاقيها تطلع معاك. عايزين بقى
نحاول ان احنا نستخدم بروتوس، بحيث ان احنا نحاول نصمم دايره او نستخدم البفر جيت حلو في انها تحمي لي الدايره بتاعتي، واقدر من بنايه واحده بس اتحكم في 8 ليدات. فهنشوف دلوقتي ازاي هنعمل. عايزين نصمم بقى الدايره دي سوا. لو جينا نشوف البفر جيت، هتلاقي ان البفر جيت يعني بعد ما تسرش على البفر جيت هنلاقي ان البفر جيت عباره من جوه عن ترانزستور كويس، وامبليفاير بتعامل معاه لان امبليفاير بيكبر التيار. معناها ان انا بتيح لي ان انا لو انا نقول مثلا ان انا قادر اسحب من البنايه بتاعت الاردوينو زي ما اتكلمنا 20 ملي امبير، فالبفر جيت هنا بتسمح لي ان انا اسحب اكتر شويه. طب بتعتمد على ايه؟ والله الفكره كلها ببساطه ان انا بخش على الداتا شيت وبقى ايه، وبشوف انا قادر الاي اوت بتاعت البفر جيت كام، وعلى هذا الاساس بسحب. طيب جميل جدا جميل جدا. طب هل هي بقى بتحتاج تيار قد ايه؟ هي بتحتاج تيار صغير جدا 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 حلو. وهنشوف ده في التجربه بتاعتنا كويس. احنا في التجربه بتاعتنا مش هو عمل الدايره بتاعته، هو كان بيحاول يعمل يكنترول 8 ليدات كويس. احنا بقى في الدايره بتاعتنا مش هنكنترول بقى 8 ليدات، احنا هنكنترول 12 ليدات كويس. هنعملها ازاي؟ ببساطه شديده خالص، هنجيب البفر جيت بتاعتنا، احنا محتاجين هقسمها على 3 فرعات حلو. هنيجي هنا عند الجنريت المود، هنا الفيرتشوال انسترومنت مود، ومحتاج انا محتاج الحاجه بقى تقيس لي التيار. امس جميل جميل خالص. طيب هنعمل ده كده وناخد ناخد من ده. محتاجين بقى ايه؟ انا هعمل والله انا هحسبها على 300 اوم حلو. الليد بتاعتها خلاص، يبقى انا محتاج ليد، فهختار الليد صفرة زي اللي موجود معاكم في التجربة حلو. وعايز بقى ريزيستور كويس. حلو من ال 300. وبعد كده نيجي عند الباور ونحط هنا الجراوند. حلو خالص. وبعد كده نعمل دي كده. هناخد ده وننسخ منه نسختين هنحطهم عندنا حلو. كمان نسخة كويس. حلو خالص تمام. وبعد كده انا عايز بقى كام ممكن نحط عشان نبقى 4. اه محتاجين نسخة كمان كويس. نعمل كده. طيب عندنا قلنا 12 فهناخد من دي نسختين كمان. الها هنا اهو بالشكل ده. نرفعها فوق شوية. ناخد دي خدها كوبي. جميل. ممكن ان احنا نرفعها شوية هنا كده. نرفع فوق دي هنا هنا من تحت. ناخدها كده كوبي. ناخد بيس هنا. نوصل ده ما سختش. حلو خالص. طيب جميل. ايه اللي هنعمله بكل بساطة؟ انا محتاج مصدر تيار او مصدر انه يعبر لي على الاشارة ال5 فولت بتاعتي حلو. فهكتب سل واجيب سلاية 5 فولت واوصلها برضو بالجراوند. المصدر منها بالجراوند عشان ابقى موحد الجراوندات حلو. وهوصل كلهم بيها حلو. ثواني
عايز اتاكد بس ان ايه، وصلك قدامكم. حلو خالص. تمام اتوصلت اهي. تمام. عايزين دي 5 فولت. كويس. وعايز قبل الجزء ده اهو عشان احسب انا بستهلك قد ايه. كويس. فانا محتاج ان احنا ممكن نعمل دي كده، ممكن نشيل دي خالص ونجيب جهاز قياس. حلو. ونحطه هنا اهو بالشكل ده. حلو. واجيب السيل بتاعتي واعمل ال5 فولت، وبعد كده اعمل الجراوند. جميل خالص. حلو. عملنا الجراوند بتاعنا من كده اهو بالشكل ده. ونيجي نشغل. حلو. هلاقي ان انا بشغلهم عادي. بسحب من المصدر بتاعي، المصدر بتاعي بيسحب رقم قليل قوي قوي قوي. حلو. ومطلع مطلعنا بصفر في. لو جيت بصيت بقى عند كل فرع. حلو. الاقي عايزين نحط واحده هنا كمان عشان يبقى باينه. هنا اهو. هنا اهو. حلو. لان بيسحب التلاتة من 100 هنا، وبيسحب 3 من 100 هنا، وبيسحب 3 من 100 هنا، بس هو فعليا بيسحب من المصدر بتاعي حاجه رقم صغير قوي 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 قوي. لدرجه ان هو ما بانش عندي في القياس في الاميتر اللي انا بستخدمه. طيب. ايه اللي فادت لو نيجي نلاحظ بقى الملاحظات اللي احنا نلاحظها في التجربه دي. هنلاحظ ان البفر جيت هنا ساعدتني انها توفر لي مصدر او زي ما بنقول خزان. حلو. اكبر. ان احنا خزان اضافي ان احنا نسحب منها. حلو. وهي بتسحب من المصدر الاساسي رقم قليل قوي 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 قوي. حلو. بيبقى موجود في الداتا شيت، بيبقى بالمايكرو. كويس. فعشان كده ما بانش على الجهاز الاميتر اللي هنا. كويس. وكده بكل بساطه قدرنا نتحكم مش في 8 ليدات، اتحكمنا في 12 ليدات. كويس. فكده فكسمري كده البفر جيت بتساعدني مش بس ان انا اعزل المصدر عن اللود، لا بتساعدني انها توفر لي تانك زياده او خزان زياده ان احنا نقدر نسحب منه، ما نسحبش من المصدر الاساسي بتاعنا. وبس كده، ده كان لاب 5.